اهلا بيكم في قناتي هي وبس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جالكم فيديو جديد، يا رب ينول اعجابكم. طبعا مستغربين المكان دي بقى المكان بتاعي، شقتي اللي انا كنت متجوزه فيها. طبعا انا كنت سبتها ورجعت لها بقى تانية اهوت، وان شاء الله نفضل فيها بقى كده واعمل فيها روتينات وننضف بقى الشقة كده وننضفها. دي بقى لسه في دخلته من الصالة، ولسه بقى بشوف قناتي لأول مرة ما ينساش بيعمل اشتراك ويفعل زر الجرس ويختار الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيلة كبيرة كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. واحب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دخلوا كده ونوروني في قناتي وعملوا اشتراك وكتبوا لي كومنتات حلوة كده. ربنا يخليكم ويجازيكم كل خير. كده بقى قلت هبدأ بقى بالصالة. طبعا كل حاجة مكركبة. انا طبعا كنست كنسة قبل كده من التراب ونفضت كده شوية، بس طبعا التراب كان كمية تراب فظيعة جدا. فان شاء الله هنمسك ده كله وننضفه برضو مع بعض كده، وتكون بقى الايام اللي جاية كده تكون ايام حلوة كده وسعادة وخير يا رب. زي ما انتم شايفين دي بقى عند الركنة ديت انا كنت عاملاها علشان انجدها، فما كنتش لحقت انجدها، مشيت قبل ما انجدها. طبعا كانوا جايبين لنا بقى في الفرح انترهات كده من اللي هي السوق كده. فيعني انا يوم الفرح لاقيها مكسوره، يعني داخله الشقه ولاقيها مكسوره. شغل سوق كده يعني ايه، حاجه تقضي العمل وخلاص. مش حاجه كده اللي هي بتاعه العمر والحاجه تكون نضيفه وكده، لا، جايبين حاجات كده ايه شغل سوق. طبعا زي ما انتم شايفين بقى ده المطبخ اهوت بتاعي. طبعا كان في حاجات بقى هنا مفتحة وكده، وهناك كده مكان البوتاجاز اللي هو المسطح دوت. دي كده بقت حتة المطبخ اللي كانت معايا هناك، فانا خدتها من هنا عشان كنت استعملها وكده برضو، لان ما عرفتش اخده كله هناك عشان المكان وكده. طبعا التقفيلة مش زي المكان المتقفل هناك، يعني كل مكان بيبقى له تقفيلته وكده. فاخدتش بس الحتتين دول، ودي بقى كده الحوض وترابيزة المطبخ اهي، وترابيزة الحوض. ودي الطباقة اللي فوق اهي، دي كانت دولاب كبيرة كده حاطة فيها برضو حاجات. دي بقى كده شكل المطبخ بتاعي. ودي برضو هنا قدام الحمام الطرقة ديت حطيت بقى الكنبة ديت، ولما بقى عليها الورق والهدوم وكده. انا بقى برضو استف بقية الشقة وكده زي ما انتم شايفين اهوت. دي طبعا كله بقى متكركب كده على بعضه. ودي بقى المفارش مسكتها حمصتها ولفتهم بقى في جلاليب، جلاليب قديمة كده ما حدش بيلبسها وواسعة تاخد المفارش والبطاطين وكده، ولفتهم وحطيتهم بقى على ظهر الدولاب زي ما انتم شايفين. واللي هناك دولت بقى دي العروسة والسرير اللي كانوا بتوع السبوع زي ما انتم شايفين اهوت. ودي بقى هدوم هنا على الكرسي اهيت، وهناك الشماعة والدنيا لسه برضو هي مش مظبطة اوي برضو. ان شاء الله هنظبط كل حاجة مع بعض اهوت. دي بقى حاطين السلة اللي هنا لمين فيها اللعب وكده. طبعا الارضية بقى عايزة تتكنس تاني برضو وتتمسح وكده. فان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هتكون برضو روتينات حلوة كده وهتعجبكم، ونستف ونعمل كل حاجة مع بعض اهوت. ووريكم اليوم بتاعنا بيبدأ من اوله ازاي. دي برضو اوضه الاطفال نصبة فيها السفرة بقى زي ما انتم شايفين كده علشان الاولاد تذاكر عليها. وبعد كده امسك بقى اما اجيب السراير والحاجه بتاعتي انصبها فيها. هطلع السفرة في الصاله بره مكانها يعني زي ما انتم شايفين اهوت. دي بقى كده اهوت الشباك بالستاره. طبعا الجو مش مظبط وكده والدنيا مكركبه، يعني كمية كركبة فظيعة. وهناك كده ضلفة الدولاب من الدولاب ضلفته واقعة وكده، فحطيتها هنا علشان الأولاد بعيد يعني عن الهرس. وهناك ودي البطانية كانوا فكوها من الشنطة بتاعتها، فامسكها برضو هشطفها تاني كده واطلعها بره ان شاء الله على الحبل كده تحمص. وبعد كده الفها وعينها برضو زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا كنتش عايزه امشي، بس بقى ابو عبد الرحمن هو اللي اصر، قال لك لا انا مش عايزه اقعد هنا ولا عدت قاعد معاهم بعد المشاكل والحاجات اللي هم عملوها معاه وكده، وطبعا الورث والحاجات ديت. ف يعني انا اتحايلت عليه كتير ان هو ما يمشيش،
بس قالك لا انا مقعدش قاعد في وسطهم، لما بقى نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. وخدنا بقى بعضنا ومشينا. طبعا قعدت هناك عند والدي 3 سنين. بعد كده جينا بقى هنا اهوت. خلاص يعني في ظروف اتغيرت كده، فقال لك لا خلاص، نيجي بقى نقعد تاني في هناك. ما عادش بقى حاجة، واللي كان كل واحد خد حاجة مش بتاعته، ربنا يقبله بقى. وربنا اللي بحاسب عموما يعني، مش البني ادمين. فربنا بقى كل يحاسب كل واحد على اللي عمله، واللي بيظلم حد ربنا يقبله. زي ما انتم شايفين كده اهوت. وخلاص قمنا بقى جايبين بعضنا وجينا، وقال لي هنروح نقعد بقى في شقتنا، وانا مش مسامح اي حد جه عليا ولا خد حقي. فخلاص، وكل واحد قبل ربنا. قلت له خلاص ماشي. وكنا بقى قعدنا بقى في شقتنا، ونشوف بقى حياتنا واولادنا وكده، علشان خلاص ما عادش وقت بقى على الدروس، والدروس في دروس بدأت. فاشوف بقى حياتي واشوف اولادي. طبعا زي ما انا كنت هناك شايفة برضو مصالح أولادي وعيالي، وكانوا هم كل حياتي ومضيع يعني وقت كله لهم. فإن شاء الله برضو هنا هيبقى وقت كله برضو لأولادي، ومش هأهملهم، عشان طبعا ماليش إلا هم، وهم ثمرة حياتي. فلازم يطلعوا برضو حاجة كويسة كده في المجتمع. فإن شاء الله ربنا موجود، وربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فانا ماليش بركه الا هم برضو. وعلى رأي بقى ابو عبد الرحمن كل واحد قبل ربنا، ومش هسامح. وهو قال لي انا مش هسامح اي حد جه عليا ولا كل حق وكده. فقلت له خلاص انت حر، يا ده حاجتك انت، انا ماليش فيها. فان شاء الله الايام اللي جايه تكون احلى واحلى، ونعمل بقى فيديوهات تانية كتير وحلوة كتير. ويا رب النهارده يكون الفيديو بقى خفيف على قلبكم كده. ودي طبعا جولة بسيطة كده في شقتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. ده النيش بتاعي بقى لسه بقى ما عملتش فيه تغيرات ولا حاجة. فان شاء الله كل حاجة هتبقى معاكم. و... وتشجعوني كده، واكتبوا لي في الكومنتات. ولو في حاجات بقى عايزة تتغير يا ريت تقولوا لي بقى في الكومنتات. لو في تغييرات ولا حاجة طبعا، كل واحد له وجهة نظر كده، وان شاء الله نعمل بها كده، ويبقى الفيديوهات اللي جاية احلى واحلى ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، يبقى النهارده بقى الفيديو بتاعي خلص معاكم. ما تنسوش بقى حطوا لي اللايك. طبعا اللايك دي حاجه بسيطه، بس بترفع الفيديو لاخواتي وحبايبي في كل مكان، علشان الفيديو يترفع. وتعملوا الاشتراك وتعملوا الاشتراك بقى، وتفعلوا زر الجرس، وتختاروا الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيله كبيره كده مع بعض. واشوفكم فيديو جديد احلى واحلى. مع السلامه.